يا رجاله ما تعملوش اي ترانسفير لحد ما الديدلاين يقرب يوم السبت، لان في النهارده وبكره 4 ماتشات هما كوارتر فاينل بتوع الكارباو كاب او الاي اف ال كاب. ال8 فرق كلهم من البريمير ليج. هيتلعب النهارده الاربع وبكره الخميس في ماتش واحد. سبب تاني ان يوم الخميس اخر فرصة للعيبة اللي عليهم عقوبات ان هما يدافعوا عن موقفهم، منهم كونيا اللي اتوقعت عليه عقوبة ايقاف. مستنيين يوم الخميس بس ان هو يقول يقول كلامه في الواقعة دي، وبعد كده يكونفيرموا او يأكدوا وقوع العقوبة عليه او يخففوها او يلغوها، بس بنسبة كبيرة ممكن تقع عليه. فبسبب ماتشات الكاس اللي في نص الأسبوع ده وبسبب حالات الإيقاف اللي ممكن تحصل وتتأكد يوم الخميس، في حاجات كتير ممكن تتغير وقرارات كتير ممكن تبقى عايز تغيرها، واللعيبة ما كنتش هتمشيها تبقى عايز تمشيها، أو اللعيبة كانت عندك معتمد عليها يحصل إصابات أو هيغيب أو يبقى مش موجودين فهتحتاج تغير قرارات. اتقل أحسن لحد ما الديدلاين ما يقرب. حاجة كمان إن ماتشات الكاس دي كوارتر فاينل، يعني خلاص مراحل نهائية. الفرقة هتلعب بالسكواد الأساسي بتاعها وبالتشكيلة الأساسية بتاعتها، حتى الفرق الكبيرة لأن هما طبعا بينافسوا على البطولة. فخليك فاكر كده وأجل الترانسفيرز بتاعتك لحد الديدلاين، واعمل لايك وفولو للصفحة بتاعتي علشان تجيلك نوتيفيكيشن لما أكون موجود لايف ليلة الديدلاين.